السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كده رز بلبن. هنا كده اول حاجه كده عملتها، جبت كده حله حطيت فيها كوبايتين من الميه، وغسلت كوبايتين من الرز. غسلتهم كده كويس وسبتهم لحد ما يصفوا، وهبدا انزل بكميه الرز اللي انا غسلتها في الميه. ادي كده الرز يا بنات بعد ما اتغسل واتصفى كويس، نزلت بيهم كده في الميه، وهبدا ان انا اقلبهم كده مع بعض، وهسيب الرز بتاعي لحد ما يستوي خالص في الميه ويشرب الميه اللي انا حطاها. هنرجع كده نكمل وهنحط باقي المكونات اللي معايا. انا ما يعني الرز لما بسويه ما بحطش ميه كتير، عشان مثلا كوبايه رز عليها كوبايه ميه، وبيستوي في الميه، وكمان بيتشرب الميه كلها. مش بسلق الرز في ميه كتيره وبعدين اصفيها، لا انا مش بعمل كده. يعني كوبايه الرز عليها كوبايه ميه، وزي ما انتم ما شايفين كده الرز بتاعي استوى، وفي نفس الوقت شرب كميه الميه كلها، لان الميه اللي فيه مش كتيره. كده يا بنات طبعا بعد الرز بتاعي ما استوى كويس، هنزل كده بكيلو وربع من اللبن. زي ما احنا عارفين ان الرز بياخد كمية لبن يعني حلوة محترمة، لازم يكون اللبن اللي معاك يكون كتير، عشان يكون الرز بتاعك طعمه حلو، ويكون كمان القوام بتاعه يكون كده ايه حلو معاكي. بص نزلت كده بكمية اللبن كلها اللي معايا، وهبدأ كمان انزل في الوقت دوت كده، هنزل كمان بالسكر. وطبعا السكر على حسب ما تحب، يعني على حسب الرغبة، يعني عايزة الرز بتاعك محلي، على حسب ما بتاكل الرز بتاعك بيكون شكله او طعمه عامل ازاي. انا بضيف سكر لحد ما اوصل للطعم اللي انا عايزاه. بضيف سكر بعد اللبن على طول، عشان خاطر وانا بقلب كده اللبن مع الرز السكر بتاعي يدوب اللي انا ضفته. بقلبهم كده كويس مع بعضهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هجيب طبق وهحط فيه معلقتين كبار من النشا، وهضيف عليهم شوية من المية، دوب النشا اللي معايا في المية. معلقتين كبار يعني كوباية الرز وكوباية المية عليهم معلقة كبيرة من النشا. النشا بصراحة بتخلي القوام بتاع الرز بلبن بيكون حلو. بصوا ده هو النشا كده، لو حطيت النشا على طول على الرز بتاعك وهو على النار، مش النشا هتكلكع منك ومش هتدوب خالص، وهتبوظ لك الرز اللي انت عاملاه. فدي افضل طريقه يعني ان انت تعملي بيها، يعني تحطي شويه النشا، كميه النشا اللي انت هتضيفها للرز اللي انت بتعمليه، وتدوبيها كده في الميه، وبعدين تضيفيها كده ايه على اللبن والرز اللي معاك اللي على النار. هنا كده كمان ضفت معلقتين كبار من الكريم شانتيه، وهبدأ كده ادوبهم كده مع النشا. دوب النشا مع الكريم شانتيه في شوية المية، وهي كمية المية مش كتيرة يعني. بحاول كده ان انا ادوبهم كده كويس. ادي كده يا بنات دوبت كده النشا والكريم شانتيه اللي معايا، وهبدأ انزل بيهم كده على الرز بلبن اللي معايا على النار. طبعا انا مهديه النار خالص يعني. طبعا اول ما بتنزلي بالنشا اللي انت هتضيفيها للرز بلبن، ما تشيليش ايدك من الحله، يعني تفضلي كده تدوبي فيها لحد ما الرز اللي معاكي ولحد اللبن يعني ما يغلي، عشان لو شلتي ايدك منها هتلاقي النشا اللي انت ضفتيها هتكلكع ومش هتبقى حلوه خالص، هتبوظلك الدنيا وهتبوظلك كل اللي انت عملتيه. بصوا انا فضلت كده ادوب فيهم لحد ما الرز اللبن بتاعي ما غلى. هضيف كمان كيسين من الفانيليا، بس الفانيليا مش هضيفها غير اول ما الرز بتاعي ما يغلي كده، وهبدأ ان انا
افصل عنه النار هضيف الفانيليا عشان ريحتها ما تروحش. ادي كده يا بنات الرز بتاعي خلاص. طبعا فضلت كده حاطه ايدي فيه تقليب مستمر. بعد كده خلاص انا في الوقت دوت كنت خلاص هفصل عنه، فايه ضفت كيسين الفانيليا وبقلب كده الفانيليا اللي معايا في الرز بلبن. طبعا بعد النشا والكريم شانتيه والفانيليا هتلاقي الرز بتاعك ايه بطعمه ما شاء الله تحفه. طبعا انا بسيبه يغلي شويه عشان اتاكد كمان ان النشا بتاعتي استوت. لو النشا ما استوتش كويس هيكون طعمها مش حلو خالص في الاكله يعني اللي انت بتعمليها. هنا كده كنت غسلت الاطباق اللي انا هصب فيها رز بلبن وسبتها كده لحد ما صفت، وهبدا كده ان ايه جبت الحله بتاعتي كده على الرخامه، وهبدا كده ان انا هغرف الرز كده في الاطباق الصغنطوطه كده الحلوه اللي معايا. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت تنزلي تحت على كلمة اشتراك تضغطي عليها، وتضغطي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بفيديوهاتي وتشوفيني كده على طول. وطبعا لو الفيديو بتاعي عجبك ما تنسينيش من اللايك الحلو من ايديكي وكومنت حلو كده تشجعيني بيه. شايفين ما شاء الله القوام بتاع الرز حلو. وادي كده يا بنات كيلو وربع اللبن وكوبايتين الرز عملولي كمية محترمة من الرز بلبن زي ما انتم ما شايفين كده. وكمان انا حبيت ان انا اضيف شوية جوز هند على شوية زبيب كده على الوش. لو عندك بقى سوداني ضيفي برضو، بس احنا بنحب جوز الهند كده والزبيب اكتر يعني. وكمان كان عندي علب اللي هي العلب الصغيرة ديت اللي بنشتريها من جاهزة يعني من بره وكده، فحطيت كام واحدة كده في العلب الصغيرة اللي معايا، العلب البلاستيك بيكون شكلها حلو يعني. هم اصلا العلب ديت كان حد جايب لي فيها يعني رز بلبن بتاع سبوع وكده، فبعد ما خلصوا كده رحت ايه مسكتهم غسلتهم كده وشيلتهم. يعني قلت عشان لما اعمل رز بلبن احط فيهم يكون شكلهم حلو يعني وكده. بس طبعا ما ينفعش تحط الرز بلبن فيها وهي سخنة عشان هي بلاستيك هتبوظ الدنيا يعني. بوريكم كده شكل العلب اللي معايا بعد ما ضفت لها كده الزبيب وجوز الهند ما شاء الله شكلها حلو. وسبت كده طبقين سادة خالص ولا فيهم ولا زبيب ولا جوز هند، عشان لو حد حابب يعني ان هو ايه ياكل كده الرز من غير اي حاجة. بوريكم كده الكمية اللي انا عملتها من كوبايتين الرز، بس يعني كوبايتين الرز عملوا الكمية المحترمة اللي انتوا شايفينها دي. جربوا يا بنات بالطريقة ديت وان شاء الله هيعجبكم. هي طريقة سهلة، وكمان النشا مع الكريم شانتيه بيخلي الرز بتاعك بيكون حلو، وطعمه والقوام بتاعه بيكون ما شاء الله حلو يعني وجميل. وهنا نهاية الفيديو يا بنات، مع السلامة.